حلقتنا النهارده مليانه ملفات كرويه تقيله وساخنه للغايه على كل المستويات. صراع الصداره على قمه الدوري يشتعل مره اخرى بعد مباراه الاهلي امبارح ضد سموحه. كمان النهارده في مباريات حاسمه للزمالك ضد زد وبيراميدز ضد غزل المحله. طبعا حسابات المنافسه بدأت تبقى زي ما قلت لحضراتكم فيها جدل كبير جدا، ده غير مستقبل عدد كبير من اللاعبين داخل القلعة الحمراء وأيضا البيضاء. هنتكلم كمان عن استعدادات المنتخب وقائمة كأس العالم والاحتمالات والمفاجآت وأداء نجومنا المحترفين في أوروبا بين التألق وتراجع المستوى. هنقدم قراءة فنية شاملة للمشهد الكروي المحلي والدولي، تحليل لكل السيناريوهات المطروحة في الفترة الحالية مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا الأستاذ عادل عطية الناقد الرياضي. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا زهران. صباح الفل. منورنا أستاذ عادل كالعادة. الله يخليك، كل سنة وانتم طيبين. وأنت بصحة والسلامة يا رب. في البداية وعايز أدخل معاك سريعا للقلعة الحمراء وما يحدث فيها الآن من أداء متذبذب من يستروب في مختلف المباريات الأخيرة. يمكن بعد الجيش الملكي والتعادل يستروب طلع قال للناس أو قال للجمهور إحنا بوعدكم إن الوضع هيتغير، ولكن ما حدث لم يكن كما على حسب الوعود. فالسؤال المباشر جدا، هل تشوب بيعلن خلاص ايامه الاخيره في النادي الاهلي؟ لا، هو مش بالمعنى اللي هو خلاص ايامه الاخيره، لا طبعا. هو بقاله فتره مع الاهلي، لكن النتائج مش على المستوى المرجو او المأمول او المطلوب بشكل كبير. حتى الاداء ضعيف جدا. يعني هو كسب الجونه 1-0، كسب سموحه امبارح 1-0. الاداء ضعيف جدا. تشعر اللي هو لسه لغايه دلوقتي ما حفظش امكانيات وقدرات اللعيبه اللي معاه. يعني دايما تلاقيه بيحط اللعيب في الاماكن اللي مش بتاعته، مش العدله المظبوطه. يعني بتلاقي بن شرقي دايما الناس عارفه بن شرقي من ايام ما كان بيلعب في الزمالك شمال، بيلعب ناحيه الشمال، وحسين شحات ناحيه اليمين او طاهر محمد طاهر، والسترايكر اللي هو مروان عثمان او محمد شريف او وات ايفر ايا كان مهاجم. امام عاشور بيلعب بلاي ميكر، بيوزع، بيعمل نقلات مع مروان عطيه، مع برمضان، بيشقلب القصه. طبعا بيشقلب القصه. فبتلاقي الاداء ضعيف جدا. بالاضافه لعيبه الاهلي تحس ان مفيش الروح بتاعت الاهلي، شخصيه الاهلي، قوه الاهلي، اداء الاهلي، ضغط في اللعيبه، مفيش ضغط زي قبل كده. لا خالص. يعني الفتره دي للاسف متذبذبه جدا. الاسباب اللي وصلت اللعيبه، الاسباب اللي هو المدير الفني يعني القصه كلها في تروب طبعا. المدير الفني مش قادر يوصل او مش قادر يفهم اداء او قدرات اللعيبه. اعتقد المفروض في الفتره اللي فاتت دي كلها يكون حافظ حتى المنافسين ماشيين ازاي، بادائهم ازاي، سواء في افريقيا سواء في الدوري المحلي. لكن صحيح. ده لغايه دلوقتي مش حاصل ومش واضح. صحيح. والامور داخله زي ما حضرتك ذكرت في الوقت الحاسم والحرج. ومفيش وقت للتجارب. خلاص انت فاضل الاهلي فاضل له ماتشين قدام زد، وقدام تقريبا اخر ماتش مع المقاولين. من نفس القصه الزمالك هيلعب مع زد النهارده، ثم بيراميدز، ثم الاتحاد. بيراميدز عنده النهارده غزل المحله، ثم الزمالك، ثم ده حقيقه. احنا هنتكلم عن الموضوع ده، ولكن خلينا نرجع سنه لورا. ايه راي حضرتك في اختيار المدير الفني او يستروب للاعبين اللي لسه يعني جويند ليتلي بقى، اللي هو يعني انضموا في الاونه الاخيره في يناير 2026 زي بالعمري او غيره من اللاعبين؟ ايه راي حضرتك في اختياره؟ هو اصلا بعض اللعيبه كان جاي على غايه هواء يستروب، لكن اثبت ان هو غلط برضه. يعني احنا شاهدنا بالعمري في الماتش الجونه، كان نجم كبير جدا، وتشعر ان هو بدا يعني يخش الحته بتاعت معلول. يعني عنده الجرأه، عنده القوه، عنده اللي بيعمل مشاوير في الجنب بتاعه، الجنب الشمال، الكروسات بتاعته قويه، بيساهم. يعني هو ساهم امبارح في الهدف. لا قبل يعني الهدف ده، انت قبل الهدف في لقطه يراوغ بشكل كبير جدا، عنده ثقه في نفسه. يعني بعض الناس يقولوا ان هو لاعب استثنائي بالظبط. حتى لما نزل رياض امبارح مكان سيد مرعي اللي هو اللي جاله الضمه، لا لعب في وقت صعب لكن تحس اللي واقف على رجليه، لعيب تقيل، واخد ثقه. ما كانش رهبه في الموقف، لا ادى اداء عالي جدا. فاذا هو البدائل اللي عنده بره هو مش عارف امكانياتهم، مش عارف قدراتهم. فالمشكله الحديث عن البدائل يا استاذ عادل، معلش قولها لي بصراحه. ايوه، الاهلي شرب كاموش طبعا. ده اكذوبه ده موديست. موديست من جديد. اولا حضرتك تشعر
امبارح حتى في بعض اللقطات اولا ما بيعرفش، ما بيحسش المكان اللي واقف فيه، اللي الالف ب كره اساسيات كره القدم، ما راحش يوقف الكوره بشكل صريح، بيتكعبل في الكوره، مش حاسس مكانه فين. لا بعيد بعيد بعيد، يعني مش ده مهاجم الاهلي، مش ده بلال، مش ده متعب، مش ده اسماء تقيله جدا مثلا لو بنتكلم عن المحترفين بالظبط. مش ازارو، ده مش سببه ايه طيب؟ سبب اختيار طبعا. اللي تعاقد مع المدير مع اللاعب كاموش ده، هو كاموش خالص يعني، ما فيش يعني ضعيف جدا، يعني لازم يكون عنده حس ونظره وفكر. هو جاي اعاره 6 شهور بس لازم باين اهو في الماتش ماتشين 3 4 ما اداش ابدا اي اداء او اي اللي احتمال يجي منه، احتمال يكون راهب الماتشات، لا ده كل موقف بينزل فيه يبقى اسوأ من اللي فات. فاعتقد ده تعاقد سيء جدا. صحيح. وخانهم التوفيق في التعاقد مع كاموش. هو اعاره، هو لسه خلينا نوضح ان هو اعاره لمده 6 شهور، ودي كانت لقطه كويسه يعني، اتعلمنا شويه يعني في النادي الاهلي ده يعني يمكن دي حاجه المضيئه في الموضوع. اللي انت مش ما لمسش اللاعب بالفلوس بالارقام اللي بتدفع دي. طيب. كمان مع عوده المصابين بقى زي تريزيجيه زي زيزو، اكيد الاهلي هيبقى شكل مختلف. وبعدين لسه زعبت لسه عاوز اقول الفتره الحاسمه لسه يعني. ان شاء الله. انت دلوقتي الفرقه كلها بتجمع نقط عشان توصل للمرحله الاخيره اللي هي مع الابطال السبعه او النجوم السبعه اللي هيلعبوا. هيبقى القصه ثانيه، 6 ماتشات هتبقى بقى ماتشات كاس. بالظبط. بمناسبة الفترة الحاسمة، بعد فوز الأهلي امبارح في المباراة ما بينه وما بين سموحة، هل تتوقع بعد وصوله للصدارة بشكل مؤقت ب 36 نقطة هل هيحافظ على مكانته هناك؟ ما هو مش بإيده بقى هو ده مش بإيده، لأن النهارده هيلعب الزمالك هيلعب مع زد وبيراميدز والمحلة، لو كسبوا هيطلعوا زي ما كان، هيطلعوا برضه. وسيراميكا النهارده هيلاعب الاسماعيلي، والاسماعيلي لا حول ولا قوه طبعا خلاص بقى متزايد الجدول بيصارع على الفوز محسوم، فإلى حد كبير الفوز محسوم. فالموضوع هيرجع تاني، بيراميدز قصدي سيراميكا، البيراميدز الزمالك او الزمالك بيراميدز والاهلي. طب احنا بنتكلم على زمالك وبنتكلم على تعثرات شديده جدا في نادي الزمالك ومشاكل كبيره، ولكن هناك الفوز الاخير اللي بيدي شويه. انا بشوف لعيبه الزمالك لما بيبقى فيه فوز بيبقى فيه عندهم دفعه معنويه نوعا ما، ولو ان الموضوع بيختلف بيبقى فوز يعني اخفاق يعني فوز وهكذا. مع زد الحقيقه انا بشوفه اللقاء مش سهل تماما، زد فريق مش هين زي ما بيقولوا، فالزمالك ممكن يعمل معاه ايه النهارده؟ هو زد فريق مش هين، زاد موقفه كمان، هو المركز السابع 25 نقطه، وعنده ماتش مع الزمالك مع كده مع الاهلي، فعاوز على الاقل ياخد اقصى حاجه يستفاد من النقاط اللي في الماتشين دول عشان يبقى يتحافظ في الجدول مع السبعه الكبار. كمان الزمالك عاوز احيي الزمالك حقيقه يعني بصراحه رغم كل الاحداث وكل الازمات وكل مفيش قيد، مفيش فلوس، مفيش لعيبه، كمان السكواد مش افضل حاجه، لكن مع الاستعانه ببعض الشباب الصغيرين زي ما نشوف محمد ابراهيم، محمد السيد، الخضري في وقت من الاوقات، الفرنسي، يعني في بعض اللعيبه بيخشوا بيعملوا على الاقل بيضيفوا حاجه في روح، في اداء، مع طبعا المسانده والمؤازره الرهيبه جدا من الجمهور اللي موجود في الاستاد. يا استاذ علي بس ده هيستمر لحد امتى؟ ما هو ده ما هو ليفل معين لازم يحصل. ما هو مشكله زي عنده مشكله كبيره، مشكله اللي هو بيعافر وبيعمل مجهود وربنا بيديله يعني كسب الماتش اللي فات قدام حرس حدود بهدفين بشكل لحد ما جيد، لكن انت لسه هتلعب بقى مع السبعه الكبار، هيقابلوا بعض، هيقابل بيراميدز الماتش الجاي، هيقابل بعد كده المقاولين، هيقابل الاتحاد، الزمالك هيقابل الاتحاد بدأ يفوق صحيح مع الصفقات الجديده. ففعلا الزمالك لازم يحصل فيه طفره، لازم مجلس اداره يبقى فيه عنده فطنه كده وحنكه كده ودرايه بالامور، لازم يبقى فيه صفقات ولازم فيه موارد ماليه بشكل كبير. انت جاي المجلس الحالي قادر يعمل ده؟ مش قادر يعني انا لم ينجح. ما انت قولي الحل صراحه كده يعني بوضوح. الحل مفيش حل. الحل لازم او الحل حل المجلس بتاع نادي الزمالك يعني بقى له 2 سنين او داخل على 3 سنين ما ابداش اي اداء
اي حسنه. انت جاي عارف الازمات في ازمات كتير جدا. صحيح سددت بعض الامور، لكن انت ماشي غلط، ماشي حتى في الصفقات، يعني حتى بعض الصفقات اللي جم زي شيكوبانزا ده ايه معناه يعني؟ تحس هو شيكوبانزا فعلا ملوش اي معنى. اكذوبه ومش بيفيد الفريق، بيضر ودايما عامل مشاكل. ادي دفع فيها فلوس كتير، زائد وقف القيد، زائد الغرامات اللي على كل شويه ما يطلع من نقره يقع في ضحضيره وهكذا. فالزمالك لو مشي بهذا المنوال، هو دلوقتي زي ما نقول حلاوه روح، يعني بيحاول يفوز، بيحاول يعمل مع الجمهور مع الدفعه، لكن زي ما قال استاذ احمد مش هتستمر. المنظر ده انت لا داخل افريقيا، هتلاعب فريق في افريقيا، ثم ممكن تلاعب المصري تاني في قبل النهائي، ثم لو قدر لك وعديت كل المطبات دي هتوصل مع الوداد في النهائي. فالدنيا صعبه مع السكواد ده، مع الاداء ده. يعني انا بشفق على معتمد جمال اللي هو ما عندوش ادوات، ما عندوش لعيبه، ما عندوش عناصر، يعني من اقل حاجه بيقدر يحقق المكسب. لكن طبعا لو المنظر ده استمر الزمالك طبعا، والزمالك ده المفروض يكون كيان وبراند كبير، اهلي وزمالك، ما ينفعش يبقى ده مش موجود وده مش موجود. صحيح. فعدم وجود الزمالك وتراجعه بشكل كبير مع ظهور بقى بيرنز، مع ظهور سيراميكا، مع كله بقى دلوقتي كرة القدم بقت مال، بقت فلوس، بقى ماده. اللي معاه اكتر بيدفع اكتر، بيجيب لعيبه مميزه. هي دي المشكله. فلو الزمالك ما فاقش وفطن القصه دي هيفوت القطر. ونتمنى ما يفوتش القطر طبعا. طبعا ان شاء الله. طيب حضرتك شايف المباراه ما بين الزمالك وزد، ايوه، اللي هو التلاقي اللي هيحصل النهارده، كيف تتوقع النتائج؟ الماتش هيبقى قوي جدا. ماتش فكر محمد شوقي مدير فني لزد، مدير فني متطور، مدير فني واعد جدا وعنده افكار وعنده سيناريوهات كتيره جدا، وحافظ فريق الزمالك، واكيد شاف الزمالك في الماتشات اللي فاتت وعارف ايه قوته وضعفه، النواقص اللي عنده والثغرات اللي عنده بشكل كبير. الزمالك لو ما قدرش يعني يعمل مباراه جيده، لان زد مش زي سموحه، يعني مش زي الفرق اللي هو يكسبها في الاواخر. يعني زد فريق قوي وفريق مميز وعنده عناصر مميزه جامده جدا، قويه. فلو ما فاقش وما ما فطنش القصه دي معتمد جمال النهارده، اعتقد هيبقى المشكله صعبه جدا. والتعادل بالنسبه للزمالك هيبقى زي الخساره، كل ما بتفقد كل ما تضيع منك نقاط، هتخش المرحله الثانيه الحاسمه وانت قليل. فدي كلها هتبقى مشكله للزمالك، وماتش هيبقى صعب. اعتقد يعني مش عاوز اقول لا تتوقع النتيجه بتاعته، لكن فوز الزمالك برضو مش مضمون. مرتقب جدا، لان زيد عاوز يكسب برضو، لان عنده اهداف وعنده دوافع كتيره جدا اللي هو يستمر مع السبعه الكبار. في منافسه شرسه طبعا ما بين بيراميدز، ما بين الزمالك، وما بين طبعا ده على قمه وسيراميكا. فيعني ازاي يعني هتتوقع ايه بعد كده؟ يعني اللي جاي بقى، وكيف ترى بقى المنافسه الشرسه دي؟ اللي مش هيفوق اللي هو فيه ويعيش الواقع هيفوتوا القطر. ونتمنى ان القطر ما يفوتناش. يعني الاهلي لازم يركز، الاهلي عشان لو هيفضل من هذا المنوال وهذا المستوى وهذا التراجع وهذا المستوى المهترئ بشكل كبير جدا، لا مش هياخد حاجه السنه دي، هيبقى مشكله حتى في افريقيا. لكن نفس القصه الزمالك زي ما قال استاذ احمد، صعب جدا ان هو يكمل بهذا المنظر في المرحله القادمه. صحيح. اللي ممكن يبقى يحاول ويعافر ويبقى عنده سكواد قوي جدا بيراميدز، بس هو برضو في برضو بعض السقطات. يعني خسر من سموحه الماتش اللي قبل كده، ثم تعادل مع جونه، خسر 5 نقاط في ماتشين رجعته كتير قوي. فلو ما فاقش لنفسه برضو هيبقى مشكله. فلازم الفتره القادمه الاربعه اللي هم منافسين، اللي هم السيراميكا والاهلي والزمالك، صراع كبير جدا، لعبه كراسي موسيقيه زي ما بيقولوا. لازم كل واحد يكون مركز، يكون عنده دافع وقوه وجهد كبير عشان يبقى عنده مكسب ويقدر يحصد، يبقى في انتاج عالي جدا. صحيح، وهذا ما نتمناه ونتابعه. كل الصراعات في مصلحتنا احنا كمشاهدين ان احنا نشوف كوره والاهلي والزمالك يعني ممكن مشكله استراتيجيه اكتر، تخطيط اكتر. طبعا محتاجين نركز اكتر على طبعا الزمالك والاهلي. الزمالك عنده مشكله في الماديه ومشكله السكواد، الاهلي عنده تراجع في الاداء
صحيح. كل ده طبعا نتمنى يكون على اعلى مستوى المشاكل عشان كل في المنتخب في الاخر بالظبط. هو ده الحديث نتمنى المهم. الناقد ذلك. وصلنا كده الناقد الرياضي استاذ عادل عطيه، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. حضرتك يعني نورتنا شكرا جزيلا. وكالعاده تحليل وحضرتك طيب. الله اكرم. ودلوقتي ميعادنا مع مسابقه برنامج نوريات قرآنيه اللي هيتم الاعلان عن اسماء الفائزين بالجوائز اول 5 ايام من شهر رمضان علنيا على الهواء مباشره النهارده الثلاثاء الموافق 24 فبراير في برنامج على مسؤوليتي الساعه 10 مساء، وهيكون في فائزان 2 يوميا بقيمة رحلتي عمرة. عمليات السحب وإعلان الفائزين تتم إلكترونيا بشفافية كاملة. نتمنى الفوز للجميع إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، بهذه الكلمات وبالإعلان عن المسابقة وبالكلام عن الرياضة نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا النهاردة. وزي ما أنتم معتادين على مدار الشهر الكريم احنا معاكم ساعة بس، بسرعه موضوعات كتيره متنوعه. ان شاء الله لقائنا بيتجدد كده لطيفه يا دياب. حاجات خفيفه لطيفه. لقائنا بيتجدد كل يوم ان شاء الله من الساعه 9 للساعه 10، والى ان نصل الى هذا الموعد. الى اللقاء.